صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. النهاردة هنعمل الفول المدمس في البيت. تكاية بقى كده جميلة هتخلي الفول بتاعنا كهرمان كده وطعمه حلو جدا وأحلى من بتاع بره كمان. مسكنا طبعا الفول من بالليل نقعناه في مية سخنة، وبعد كده سبته كده خالص من بالليل. ابتديت بقى تاني يوم اشتغل فيه، حاطه زي معلقتين عدس اصفر ومعلقتين فول مدشوش ومعلقتين حمص طبيخ. مفيش حمص طبيخ حطي معلقتين رز. تمام. انا حاطه الناحيه التانية هنا ميه تكون بتغلي، علشان لو انت حابه تحطي الفول ابتدى الميه بتاعته تقل تحطي ميه بتغلي، ما تحطيش ميه من الحنفيه خالص. ده اول هام في الفول. بصي الفولة هنا جميلة ازاي وفاتحة وكبرت معايا طبعا من بالليل، عشان نقعاه من بالليل في مية سخنة كده. ابتديت بقى ان انا احطه كده ايه في الدماسة بتاعتي او في الحلة. اول ما ابتدى يزقطط كده معايا كده هبتدي بقى احط معلقتين الحمص طبيخ، معلقتين الفول المدشوش، معلقتين العدس. ايه بقى هو بقى السر اللي احنا هنخليه بقى كهرمان كده بجد ويبقى طعمه حلو كده؟ نص معلقة السكر. تمام. ونحط بقى ليمونة، بس ايه هي ما جاتش معايا في التسوير، فانا قلت برضه اقولك على اللي انا عملته علشان احنا ما بنخبيش اي حاجة. العين بقى اللي هي الكبيرة خدتها حطيتها على العين الصغيرة. مش هنحط اللي هي الشياطة عشان بتبقى مخرمة، لا انا عايزاه يستوي براحته. بصي بقى تحفة. هنا قعد 4 ساعات على النار، ابتدى ياخد مني مية، حطيت مية تكون بتغلي. بصي بقى المية بتاعته جميلة ازاي كده. خلاص خلص بقى كده معايا الفول. بصوا شكله تحفة ازاي، وبجد بجد يعني بصي مش قادرة اقولك على جماله وعلى طعمه. حطيت بقى زيت زيتون، وحابة بقى انت تعملي بقى شوية طحينة كده على الوش، عصرة ليمونة. تمام. وفري بقى واعملي الفول بقى في البيت. طبعا الفول طبعا قبل الغلا كان ب40 جنيه، كنت ساعتها بجيب الربع كيلو ب10 جنيه. بصوا بقى انا عامله هنا دقه. عندنا عربيات الفول بيعملوا الدقه دي دايما مع ايه؟ مع كيس الفول، عشان كده بنحس فرق هو بيعمل ايه في اختلاف عن ما احنا ما بنعمل الفول بتاعنا في البيت. فبجد راح قال لي ايه، انا بعمل دقه ثوم بفلفل كده حراق زي دقه البتنجان. دي بقى بيحط منها حاجه بسيطه كده في كيس الفول مع شويه زيت. هو ده بقى ايه الاختلاف. بصوا بقى ما شاء الله الربع كيلو عمل معايا قد ايه. ولسه طبعا كمان في الدماسه لسه طبعا ما شاء الله نصها مليان. بصوا عملوا معايا كام طبق. هنا الفول طبعا بعد ما غلي بقى ب68، كان ب40 دلوقتي ب68 عندنا هنا. عملت بقى طبق فيه طحينة، شوية زيت، كمون، بقى شطة. ظبطيه بقى زي ما انت تكوني عايزة. وفري واعملي الفول المدمس في البيت، بجد هيبقى طعمه تحفة. وحبشيه كده ويبقى عشان هيبقى طعمه حلو، عشان الولاد ما يقعدوش يقولولك في اختلاف عن الفول يا ماما بتاع الشارع. لا بجد ده طعمه احلى، واحنا منقيينه الفولة بفولتها طبعا. وطعمه حلو. حطي بقى طحينة. عملنا طبقين اهوت علشان عندي الولاد بيقعدوا يقولوا لا في تغيير عن عربيات الفول. عملت لهم الدقة اللي احنا ايه زي اللي احنا بناكله من بره، مع طبق زيتون كده. وما يحلاش السحور غير بطبق الفول بتاعنا طبعا. ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وما تنسوش تعملوا لي اشتراك وتعملوا لي لايك عشان قناتي تكبر بيكم. وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.